وهاجم المالكي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بأنه حديث على السياسة ولا يفهم أصول العملية السياسية. وقال المالكي إن ما يصدر عن مقتدى الصدر لا يستحق الحديث عنه. ما يصدر عن مقتدى الصدر لا يستحق الحديث. تكلم لي بغيره. رجل حديث على السياسة ولا يعرف أصول العملية السياسية. مقتدى الصدر لا يفهم قضية الدستور، ضوابط والتزام بالدستور. كان رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر حمل نور المالكي مسؤولية تردي الأوضاع في العراق مؤكدا أن العملية السياسية صارت سببا للظلم والاستهتار بأرواح العراقيين. ووصف الصدر القائمين على حكم العراق حاليا بالذئاب المتعطشة للدماء والمال الذين يعملون على تأمين مصالحهم بغض النظر عن مصالح المواطنين ومصير المعارضين لها إما بالسجن أو التهجير، لا فرق في ذلك بين أي من العراقيين. وشكك الصدر في توجهات حكومة المالكي خاصة أنها تتلقى الدعم من